ثم أن حي المغاربة وهي القرية الجزائرية هو حي الشرف. المغاربة أم القرية الجزائرية؟ هي تسمى القرية الجزائرية تاريخيا، لكن من باب المودة أيضا بين مكونات أهل الحي سمي حي المغاربة المغرب العربي، كل المغرب العربي، يعني الجزائر بحجمه الأكبر، ثم المغاربة اللي هي مروكو المعروفة، ثم هناك في توانسة، وهناك أيضا أبناء جيبوتي، شوي من موريتانيا وشمال أفريقيا وشوي من مصر وليبيا، موجودون كلهم في هذا الحي. كان صلاح الدين الأيوبي قال لهم: أنتم تنتصرون في البر والبحر، لا تغادروا الأقصى، فأنتم حماة الأقصى، أنتم أهل الرباط، فابقوا هنا. عاد جميع أهل اليمن، عاد أهل العراق، عاد أهل الأردن إلى ديارهم، إلا أهل الجزائر والمغرب بقوا. أبو مجل الغوث شاهد على ذلك، بقوا حماة للأقصى ورعاة للأقصى، ولذلك جاءت فيهم الضربة الأساسية بالتهجير والتقتيل والتدمير، وجاءت الجرافات يعني الأشرار فعلوا الأفاعيل بالحي وأزالوهم من الوجود. تاريخ القرية الجزائرية أو حي المغاربة، كيف هم جاءوا من المغرب العربي ومن شمال أفريقيا بطريقهم إلى الحج ثم استقروا هنا؟ أبدا، في طريقهم للحج سنين طوال، سنة بعد سنة، عام بعد عام. كان ذلك في يعني نسميه في عهد لاحق. العهد الأول جاءوا مجاهدين، جاءوا يركبون البواخر والسفن وجاءوا عبر البر، وإنما معظمهم جاء بحرا، لأن لو احنا نشاهد المسافة البعيدة جدا في المغرب العربي في الجزائر كم هي بعيدة عن القدس، فكان لابد من الحضور عبر السفن. فما وصلوا سواحل فلسطين وانضموا لجيش صلاح الدين، وكان ذلك في بيسان، وكانت معركة يعني حطين الشهيرة، ثم ذهبوا معه إلى عسقلان إلى مصر، ويعني وحدوا مصر مع سائر بلاد المسلمين، وبالتالي جاء معهم ناس من شمال أفريقيا أيضا انضافوا إليهم، وكلهم شكلوا جيش الفتح المقدسي، واللي تم بسلام. انظروا 70,000 مقدسي ذبحوا، في المقابل قال لهم اخرجوا بسلام كما صار فتح مكة المكرمة، نفس الشيء. ذبحتم 70,000 فاذهبوا عنا وخلاص حلوا عنا. كانت عظمة صلاح الدين بأن كتب الكاتب الألماني جيرهارد كونزلمان: 4000 Jahre Geschichte von Jerusalem، 4000 عام من تاريخ القدس. قال: أعظم قائد في العصر في ذلك الزمان هو صلاح الدين الأيوبي، الذي أعفى عن كل المسيحيين رغم جرائمهم التي هم صليبيين على الحال وليسوا مسيحيين. أصلا المسيحيين القدس قاتلوا مع صلاح الدين ودفنوا في مقابر إسلامية مع صلاح الدين وفي مأمن الله. المسيحيون قاتلوا مع صلاح الدين، وعندنا إثبات على ذلك. يعني في عندنا الأب منويل مسلم، خليه يحكي لكم القصة، يعني وهو رجل وطني جدا بامتياز. فبالتالي نعم، لا أبدا، هو الآن في بيته في مدينة بيرزيت، هو رجل كبير ورجل عالم كبير جدا يعني، ووطني جدا. طبعا استضفناه كثيرا. نعم بالتأكيد. وبالتالي نحن أمام معادلة واضحة وضوح الشمس، أننا أمام تعايش تاريخي إسلامي مسيحي مع باقي الأديان. لكن القرية الجزائرية أو حي المغاربة ما زالوا موجودين إلى الآن؟ هم شتتوا، ولكن يعني ما ذابوا، ولا إنما في أطراف المدينة، وبعضا منهم بقي في تسمى الزاوية الأفريقية في البلدة القديمة. هناك سيدات صابرات صامدات، يعني بسم الله ما شاء الله على صمودهم الأسطوري في ظل ظروف والله من فوقهم ومن تحتهم ومن اليمين واليسار، يؤتون صباحا ومساء ويرمى عليهم بالنفايات، ووضعوا أسيجة ووضعوا حماية لأنفسهم لنوافذ منازلهم، ولكنهم يسبون صباحا ومساء، ويعني يتعرضون لممارسات عنصرية بشعة من أناس يعني مارقين. يعني هذول الأولاد مش يعني لا يمتلكون تربية إنسانية ولا أخلاق، اللي هم الوافدين في مكان المغاربة والتوانسة والجزائريين، وبالتالي هذول عن روحه وعن الجاي يعني يؤذون من تبقى وتشتت من منازلهم، شتتوا وسكنوا في أحياء المدينة الشمالية. تقريبا يعني السكان هو الآن الحقيقة من تبقوا منهم لا يتجاوز 800 إنسان فقط اللي تبقوا كجزء من الحي لم يهدم، انما معظم الحي اصلا من المهاجرين الذين اتوا من شمال افريقيا، الجزائر، تونس، المغرب، جيبوتي وموريتانيا. هم الحقيقه اللي تبقوا حوالي 800 انسان في البلده القديمه، لكن في بيت حنينه وفي شرفاط وفي مخيم شرفاط ينتشر الاف منهم، ونحن نتابع معهم، وهناك سجلات يعني، وهناك جمعيات احصتهم وتحافظ على، وهذا شيء جميل جدا، على هويتهم وانتمائهم للقدس، وهم مقدسيين بامتياز على فكره، ويتحدثون اللهجة المقدسية ويأكلون المأكولات المقدسية، وأدخلوا عليها طبعا نكهة جزائرية وتونسية، وأدخلوا عليها
عادات وتقاليد رائعة في أزيائهم، أحيانا يظهرون بأزيائهم التقليدية. وهذا هو عظمة القدس، أنها فسيفساء للبشرية كلها. وكان ينبغي أن تبقى كذلك، وأن تبقى مدينة للسلام وموئلا للعلم والعلماء، وأن زاوية أبو منجل الغوث تبقى تعمل. الزاوية الوحيدة في تاريخ البشرية كلها اللي كان يأتي فيها الحاج يعني مدفوع له الأجر ويصل مناما ومأكلا ومشربا ومسكنا وحمام كمان، كل ذلك على حساب هذه الزاوية. شو أصل هذه الزاوية؟ هذه الزاوية أبو مريم الغوث العالم الجليل العظيم وضعها وقفا إلى يوم الدين، وكان هو أخذ موقع الزاوية وقفا من أيام صلاح الدين الأيوبي، أخذوها الجزائريين وسميت وقتها القرية الجزائرية في ذلك الزمان. والأفضل من صلاح الدين حافظ على هذا الاسم. هذا في عام 1187 ميلادي، يعني مش زمان يعني صحيح بعد العثمانيين، أو خلينا الناس يسميها بعد العثمانيين، لا أبدا، هم قبل ذلك. لكن مع ذلك كان هذا التاريخ تاريخا مجيدا، لأنه تاريخ تحرير القدس. فانتسب الأمر لمرحلة التحرير وإعادة المدينة لوضعها الطبيعي، قبل ما تبتلى ابتلاءات لاحقا بريطانية، ويأتي يعني هذا الجنرال إليمبي وصار اللي صار، يعني المأساة الكبرى، ودخل المدينة من باب الخليل، وصار كارثة كبرى أن المدينة تهاوت، وأنه تم تسليم مفاتيح المدينة للبريطانيين الذين أسسوا لمبدأ العنصرية في التقسيم، وهي المبدأ اللي اليوم سائد، العنصرية في التقسيم. طب دكتور، عارفين انه اخذنا كثير من وقتك، ولكن بما انك ما شاء الله عليك موسوعه في موضوع القدس، وانت مشرف على رسائل دكتوراه وماجستير، وتخصصك بالاصل انت يعني عمارة القدس. حدثنا في الاخير عن مخططات تهويد القدس ومخاطر ذلك على القدس. هذه مسألة كانت عنوان واحد من رسائل الدكتوراه اللي أشرفت عليها. كان الأمر صادما جدا عندما ظهرت أمامنا فاكس أون ذا جراوند، حقائق على الأرض، أن ما الذي تبقى من المدينة. لما تشوف حي الجزائر والمغارب وتونس والمغرب يزول من الوجود ويجي محله مشروع موشي صفدي، هذا المشروع أجمع المعماريون في العالم أجمع أنه الأسوأ على الإطلاق، وأنه بشع جدا، وأنه أبراج كئيبة جدا وسيئة معماريا طبعا، وتشير لحضارة القدس، وأن المباني اللي علت على نسميه احنا سكاي لاين، سيتي سكاي لاين اللي هو سماء المدينة، علت مباني عملاقة. وبعدين لسه ما اكتفوش، لسه بدهم يعملوا مشاريع 13 مشروع تهويدي تحت الأرض فوق الأرض، حفريات، والحفريات وشبكاتها اللي دخلت في جيروساليم ووتر سيستم، نظام القدس المائي، أقدم نظام مائي لمدينة في العالم هو في القدس، وهو نظام كنا نعرفه. وحتى وين دخل فريدمان قلنا له قبل ما يدخل يا ديفيد فريدمان، هذا نظام القدس المائي، السفير الامريكي السابق، انتم شو بتعملوا فيه يا جماعه؟ انتم خربتوا المدينه، وانتم اذبتم حجارتها بالمواد الكيميائيه، وانتم تخربون حضاره ضاربه في التاريخ حافظ عليها العرب والمسلمون لتكن ارثا للبشريه كل البشريه. كان الهدف انه ما في شيء يثبت بصمة يهودية تاريخية لهذه المدينة، فعلينا أن نثبتها بالقوة. ولم يجدوا حجرا، ولم يجدوا، وحملوا حجر من القصور الأموية، وكانوا يسموها القصور الأموية، ووضعوه أمام الكنيسة. لكن القصور الأموية ظلت قصور أموية، والكل مجمع على ذلك، معماريين إسرائيليين منصفين، يهود منصفين. وطبعا اليهود مش كلهم على قلب رجل واحد، هم ينصفوا الفلسطينيين وبيقولوا نحن يهود ولسنا صهاينة، شو اللي بيصير؟ احنا عايشين معكم ويجب أن نبقى نعيش سوية. لكن حملوا الحجر، وبعد ما حطوها امام الكنيسه حكوا احنا شو نسوي اللي عملناها؟ جبنا حجر اموي وحطيناه امام الكنيسه في الشيخ بدر. طبعا الكنيسه مبنيه، واحد من احياء القدس اللي دمرت 38 حي. الارض مستاجره. لا، اخذوا كل القدس الغربيه وسيطروا عليها، لكن ما استطاعوا استملاكها، لانها اصلا لها ملاكها اللي عايشين في مخيمات منذ 75 سنه، وهذا شيء معروف. لكن الذي حصل انهم بعد فتره حكوا طيب وبعد لمتى؟ اجت جمعيه العاد وجيش امونين حكوا لا انتم ليش تضلكم تحكوا قصور امويه؟ هذه مطاهر الهيكل، وبدنا نجيب 5 بقرات من تكساس وبدنا نحطهم في مكان سري وبدنا نذبحهم، وبعد ما نذبحهم في 2 نيسان القادم، هذا هم بيفكروا هيك يعني بعد العيد. نيسان القادم هذه واحده من الفرص، البقرات الحمراء المحطوطه في نيسان القادم في مكان سري، يعني مكان سري لدرجه اللي بعرف البقره بقره، يعني هذا هو المدهش في الموضوع. طيب وبعد يذبحوهم. بقرات حمراء جاء من تكساس وهي موجوده في بيسان، ووقت ما نحرقهم هم حيحرقوا 1 2 حسب حاجتهم طبعا، وفي جبل الزيتون مقابل الاقصى من الناحيه الشرقيه. وبعدين لو نقطه
مقابل من مقابل قمة صخرة من الناحية الشرقية في سفوح الجبل وجبل زيتون بالضبط هيك. وقال لو نقطة واحدة من رمادها مع الزيت اللي بنحطه بطهر اليهودي من كل الآثام اللي عملها، حتى لو أباد بالطائرات يطهر. عندما تحرق البقرات الحمراء بتتحول لرماد. أيوة. والرماد بيتم جبله يعني وتذويبه بحيث يصبح سائل. أيوة. ويرش على، حتى ما بي عندهم يعني استعداد يرشوا كثير، لازم نقطة على كل واحد يهودي حتى يصبح طاهرا من الذنوب وخاصة من رجس الموتى. ولازم البقرة لا يكون مسها حبل ولا ركب عليها حدا، ولازم ما يكونش فيها ولا شعر حتى لو برمشة غير أحمر، اللي هي صفراء فاقعة، يعني فاقع لونها يعني حمراء. وبالتالي إذا كانت هيك يعني معناها هذه هي اللي بتطهرنا. وقت ما تطهرنا بصير مسموح لنا نروح على مطاهر الهيكل القصور الأموية ونصعد من عند باب المزدوج المفرد والثلاثي ونطلع على جبل الهيكل تمبل ماونت، غيروا اسمه الأقصى ما عاد اسمه هيك، ونطلع على تمبل ماونت وبنعمل قدس الأقداس محل قبة الصخرة. وأوري جاب لنا فيلم كيف تتطاير قبة الصخرة وبيطلع محلها. هذا كله يوم 2 نيسان. هذا تبدأ 2 نيسان بالتوقيت العبري، توقيت توراتي. نعم هو الآن انتم هو التقويم العبري غير التقويم الميلادي وغير الهجري. التقويم الميلادي يكون يتوافق مع بعد بيومين من عيد الفطر السعيد. يعني هذا السيناريو اللي هم بيحكوا يا ريتنا يضل الاجواء مهيئه ضمن الاحكام العرفيه السائده حاليا ونعملها السنه، ما زبطش بنحولها مضطرين ل 2 نيسان الذي يليه اللي هو السنه بعدها، يعني بس البقره صرنا موجودات وعايشين. المهم يبلغوا دخلوا في العام الثالث من عمرهم، هم اوريدي دخلوا من شهرين في العام الثالث. يعني جاء بهم من قبل مش من اول، وخبوهم في مكان سري في بيسان، هاي في الحظيره اللي هناك ما في حد يشوفه وما حد يشوفه وما حد يقترب منهم، ما حد يرمي عليهم حبل. يعني بقرات مقدسات وما بصير ترمي فوقهم اي شيء ولا على ظهرهم ولا تستخدم للحرث. يعني هي يعني لا شيء فيها، يعني مثل القرآن الكريم ما بيحكي. هم اخذوا هاي الديباجه والوصف وحكوا طيب وقت ما نذبحها ونعمل تطهر معناه ما ضلش عندنا ذنوب، بسم الله ما شاء الله واصبحنا شعب الله المختار، وبنعمل قدس الاقداس محل قبة الصخره، وبدخل الكاهن الاعظم وبقدم القرابين، وهيك بنكون سيطرنا على في خطر حقيقي انه بعد عيد الفطر ان يحدث كل هذا السيناريو. خديجة جميع التلاميذ اللي في معهد الهيكل، يسمى معهد الهيكل ما يسمى الهيكل، يعني في آنية هم من عندهم الآنية جهزوها، أزياء كبار الكهنة جهزوها، طريقة صب الماء لتطهير الكهنة جهزوه، الأبناء والسيرموني كيف يصطفوا وكيف يمروا الكهنة وكيف يحملوا معهم القرابين وعلى رقابهم، وهم بيحاولوا كل سنة على فكرة يدخلوا حيوان عشان بيحاولوا كل جهدهم عشان يدخلوا ويتقربوا اللي هي القرابين داخل الاقصى. وهاليومين عندهم عيد المسخره، وحنشوف المسخره باحلى تجلياتها. ولكن هذه المساخر لا علاقه لها. لا ليس هو تنكرات واشبه بالهالوين. لكن وقت ما يعملوا هذا التطهر بيدخل في الدين باعماقه بالمفهوم الديني يعني هذه اساطيرهم الدينيه. والمشكله انه كتبت هذه القصص في التوراة اللي نسميها احنا البابليه وليس الاورشليميه اللي هي تختلف عنها، وليس السامريه اللي في نابلس اللي هم فلسطينيين، وبيحكوا لنا شو هالكفار يعني شو اللي بيصير هذا، احنا ما بنصدقه، السامريين ما بيصدقوا الحكي بسموهم مصدقين. طيب وقت ما انت تشوف هذا المكتوب عندهم هم بدهم يطبقوه في عهد التطرف، وبالتالي في عهد التطرف يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، لانه فرصه وحانت، المطبع العربي مفتوح واللي مستسلم واللي رايحين كله مشاكله وكل يعني طبعا التطبيع اللهم نفسي اخطر مرحله هي مرحله التطبيع والضياف الجديد اللي ولدت لنا، مش عباده البقر وبوذا وهندوس لا، مخاطر التطبيع انه تطلع للمسلمين دين جديد ما انزل الله به سلطان هو الابراهيميه. اخطر كفر على الاطلاق في تاريخ البشريه هو ان ينسب لسيدنا ابراهيم عليه السلام اللي حطم الاصنام وكان حنيفا مسلما انه ينسب اليه مثل هذا الدين، وبالتالي هذا التطبيع دخل علينا اول منتج له انه اشترى البيوت 27 بيت وسلمها لاوري ارييل في وادي حلوه اللي سلمها بدوره للمستوطنين، وهذه قصه هذه معلومات مؤكده، هذه مؤكده ونحن مسؤولين عنها يعني، والشيكات عارفينها ومصدرها من وين وكيف وصلت ولمين سلمت والشنت، واللي سلمها معروف وحي يرزق حتى اللحظه هذه، وهو بيسمعنا الان. على كل الاحوال كل هذا حصل. لا هو على اي حال من مدينه الطيبه في الداخل الفلسطيني،
وهذه مساله يعني هو يعرفها وما رضيش يجي عشان نتفاهم شو ليش انت عملت العمليه هذه. قال انا فكرت انه يجوا عليها حجاج مسلمين، ما كنتش فاكر يجوا عليها حجاج غير مسلمين، وهينا صرنا ماخذينها. قال وزير الاسكان هو الامارات متورطه في الموضوع من راسها حتى اخمص قدميها تماما بامتياز. لكن وقت ما قال هذه المقوله قال بالمقابل ان هذا اليوم اعظم عندي، كان وقت وزير الاسكان، اعظم عندي من حرب 67 كامله. اذا حدث مروع. ليش؟ لانه هاي لا تقدر بثمن، وهذه حلوه لا تقدر بثمن، وهي لصيقه بالاقصى ونحو منبر الاقصى، وهي قبله الاقصى، وهي حاضنه وصنوان الاقصى من ناحيه سلوان اللي فيها 88 بيت عليها حكم بالاعدام والتدمير، وما شو دمروها واحد واحد. يعني التطبيع خطير، التطبيع خطير، ولحق ذلك ان يمس في عقل الانسان ويستلب عقله وعقيدته، وهي انك بدك تعبد الديانه الابراهيميه القادمه عليكم شئت ام ابيت. وبالتالي تحت مبدا التعايش نغير لك مناهج المدارس، نغير لك عقلك وعقل اولادك وتعليمك وثقافتك، ونستلب منك كل ارادتك وانتمائك لوطنك. في المقابل ولا واحد تجرأ ان يفتح المنهاج لدى المدارس الدينيه اليهوديه. وتعالوا نفتح وتعالوا نشوف الجزيره اللي صورته في داخل مدرسه يهوديه، شو الاولاد لما يسالوا. كان عندنا تقرير حول تحريف المناهج التعليميه. واكثر من هيك لما دخلوا على المدرسه للحريدين قالوا لهم انتم شو يا اولاد بدكم لما يمر الطفل الفلسطيني غنم اذبحوا نقتلوا. وهذا اللي بيعملوه لما يمر الاطفال في حي. هذا وفق المناهج التعليميه ام اجتهاد؟ هذا تعبئه على مدار الساعه خلفت وانتجت اسماء اشكال ايتمار بن كبير وسموتريش، واللي عرض الخارطه في باريس وما فيش فيها لا فلسطين ولا الاردن ولا سوريا ولا لبنان سموتريش، وبالتالي وحتى جزء من مصر، فاصيب المصريين بالذعر يعني، وقالوا شو بصير من النيل للفرات هذا بيحكي، وهذا مش شايفنا البني ادم. وطبعا هم بعدها حكوا لا هو بيحكي في التاريخ بس هيك كلام فاضي. طيب وبعدها انت يا نتنياهو شو عملت؟ طلعت على منصه الامم المتحده وجبت فلو ماستر وحطيت بالخط الاحمر من الهند حتى حيفا مرورا بالاردن وفلسطين والسعوديه وصلت. وقال نتنياهو بنفسه بعظمه رقبته لسانه وقال انا بعمل طريق حرير جديد. والله وطيب وين راحت الاردن؟ ما في. وين راح باقي الدول العربيه؟ ما في. طب فلسطين فيش، ضفه غربيه كمان فيش، اوسلو فيش. يعني حتى اوسلو اضعف الايمان يا جماعه، خلونا نضفي. لا ما في. طب القدس ما يسمى بين قوسين القدس الشرقيه، هي بالمناسبه هي قدس شطر شرقي وشطر غربي نتيجه حرب. هذا وضع غير طبيعي، وهي بكل المقاييس الدوليه لا زالت في الشطر يعني في القدس الشرقيه صراحه لا نشعر بأن في القدس الشرقيه الاعلام الاسرائيليه والشمعدانات والنجمه السداسيه وكل الاجواء المحيطه بنا توحي بانه في حرب على الهويه العربيه الفلسطينيه على القدس. القدس يعني حتى انا اذكر انه بعض الاعلاميين الكبار لما قالوا الحرب نوعين، حرب بالطائرات والصواريخ بالمدفعيه، بس في حرب اسمها القوه الناعمه. القوه الناعمه هي الاخطر اللي تتسلل، نعم، وهي تتسلل بهدوء الى نومك وفراشك وعقلك، والاعلام والوسائل والضخ الاعلامي والبرمجه الاعلاميه الهائله جدا حتى تعود انت مع انك تستطيع معرفه الغث من السمين. فالذي حصل ان هاي المدينه منذ يعني خلينا نحكي بس من 67 الان حوالي يعني 55 سنه تذبح من الوريد الى الوريد بهدوء وصمت لدرجه ولا شارع ظل اسمه الحقيقي ولا الاقصى ظل اسمه الحقيقي، وما بعد الاقصى شيء، يعني لما يصير اسمه تمبل ماونت جبل الهيكل، وحدث ولا حرج عن باقي الاحياء المدينه، وحدث ولا حرج عن البلده القديمه ومحيطها وما يسمى الحوض المقدس. طب والحوض المقدس بحد ذاته سرقه من التراث والحضاره الاسلاميه، لانه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ونحن في رمضان قال لا يوشكن ان يكون لاحدكم مقدار شطن فرس، حبه الفرس هيك صغير متر ونص في بيت المقدس ينظر منها الى بيت المقدس الى الاقصى خير له مما اشرقت عليه الشمس وغابت، او قال من حمر النعم. طيب هذا الحديث النبوي الشريف. فوين هي السفوح المطلة على البلد القديم والاقصى؟ فاجوا الاسرائيليين تحديدا على هاي السفوح، غيروا جبل المكبر وحطوا عليه مستوطن اسمه ذهب اورشليم او القدس الذهبيه وما ادري شو، ومرات بغيروا اسمها، وحطوا عدد من المستوطنات، وحطوا السفاره الامريكيه مجددا وما لاقت
الا محل موقف عمر بن الخطاب، السفاره الامريكيه مقر لها. وين مكانها؟ في جبل المكبر. وهو ليش سمي مكبر؟ لان عمر بن الخطاب وقف عليه لما راى المدينه وكبر، وكان هو ماشيا. هذا مشالها يا حكامنا العرب، مشالها مشيا معظم الوقت، مره يقود الناقه ومره يركب هو ورفيقه، وجاء فتحها يعني بحدث يعني غير وجه التاريخ. بالمناسبه هي القدس هي ستغير التاريخ مجددا، احنا شاعرين بهذا الكلام. لكن انت لما تشوفي كيف التغيير الدراماتيكي اللي حصل في محيط البلده القديمه، انه كل ما يطل على القدس القديمه اسمه الحوض المقدس. اخذت نفس التسميه وحولته حوض مقدس وهيك ببساطه، وحطيته 13 مشروع تهويدي، وما جسر سلوان فوق وادي الربابه الا واحد من هذه 13 مشروع. وال13 مشروع اخت خديجه كلها تنخر في الكرامه العربيه والاسلاميه بالجمله. العرب وين هم؟ في سبات عميق وغياب وحرص على الكراسي باي ثمن. وهم يعني، واحنا حدثنا على فكره زعامات عربيه وناشدنا ومعتصما واسلاما وعروبتاء واجتمعت 57 دوله 57 دوله مع ترامب قبل شوي. لا قبل اشهر مع بدايه الحرب. هذا الحكي صحيح. وصدر القرار وهو يعني لا يرى النور، لا يرى النور. هي القرار برفع الحصار عن غزه. هم لما يكونوا اللي رفعوا الحصار مطلوب منهم يرفعوا الحصار عن غزه، هم اللي ارسلوا وزراء خارجيتهم وين مدفون بن-غوريون في النقب، وكتفوه بهذه الطريقه. والله هيك بهذا الشكل شدوا والله منظر مهين. والله منظر انت وزير خارجيه ل 110 مليون، يعني انت يربطوك بهذا الشكل. والصحيح انه مهين لدرجه انه شارون مدفون حتى هناك في نفس المكان في المزرعه. اذا نحن امام حاله انهيار في المنظومه العربيه وفي القدره على تنفيذ القرارات. يعني لما العالم كله بيحكي لنتنياهو يا نتنياهو لا تقتحم رفح وخلاص، وخلينا نوقف هنا وخلينا نوقف الحرب وخلينا يصير شوي على الاقل متنفس لتفاوض وسلام. ولما يعملوا معاه هيك بكل العالم اجمع من كندا لاستراليا لامريكا لاوروبا بكلهم لا والله الا اسحقهم. يعني هذه رؤيه لكن تبقى متفائل فوق ما يتخيل نتنياهو وكل الذين من حوله. تفاؤل بلا حدود. ما شاء الله بلا حدود. نعم صحيح. يعني بهذه النبره التفاؤليه الجميله جدا، من هذا المكان الجميل جدا وهذا المنظر الجميل جدا. شايف المنظر يا دكتور؟ نعم. يعني اذا عشق الانسان القدس لا يستطيع العيش خارجها، لانها فيها سر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وهي اذا دخلت القلب الصحيح الانسان يصبح في حاله من الحب والانتماء لهذه المدينه الى ان ياتي اليها في ظرف افضل من هذا الظرف ان شاء الله. وقبل ان نبدا نقاشنا كنا نتحدث والدكتور جمال قال انا لا يمكن ان اعيش الا في رحاب هذه المدينه، في رحاب هذه المدينه المقدسه المباركه الجميله، حفظها الله وحفظ اهلها وحفظ فلسطين ونصر اهلنا في غزه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور جمال عمرو، انت الباحث المختص في شؤون القدس، وانت المشرف على رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير في موضوع القدس، وانت الدكتور ايضا لرساله الدكتوراه التي اعددتها كانت تتعلق بالقدس حول عماره المسلمين في القدس. شكرا جزيلا لك دكتور، سعيده بك وشكرا جزيلا على هذا الوقت الثمين اللي اعطيته. ونحن الحقيقه نكن اخت خديجه للجزائر حبا خاصا واستثنائيا، ولا زلنا نذكر كلمات هوار وميديا ننصر فلسطين ظالمه ومظلومه. والحقيقه المعاني هذه ليست مجرد حبر على ورق، جسدها الجزائريون عندما زرناهم بشعور هائل من الحب والانتماء للقدس، وهم متوقون ومشتاقون جدا رغم بعد المسافه للقدس ولفلسطين عامه. وعلى هذا الاساس لا نشك لحظه معينه ولا لدقيقه واحده ان القدس ستبقى على هذا الحال ان شاء الله. شكرا لكم، كانت هذه نافذه خاصه مع الدكتور جمال عمرو. شكرا لكم والى اللقاء.